هو استشهد في 2022. هو كان ضابط قوات مسلحة. كانت علاقتي بيه بصراحة مش عادية. كان كل ما بيجي بيقول لي ما انا مش شايف رد فعلك اللي هو جامد بقى وانت مبسوطه مش عارف ايه. كنت بضحك بقول له ما هو ده اللي انا كنت بشوفه في خيالي. انا كنت بسرح في الحلم اللي كنت بشوفه انا بلاقيه دلوقتي على ارض الواقع. أنا ياسين وليد أنا ندى أسامة من جامعة الجلالة من تيم دازيفاي. علاقتي ببابايا كانتش عادية يعني. احنا بنحب العربيات جدا. كان نفسي أعمل حاجة مختلفة تخليني أقدر يبقى مستواي كويس قوي إن أنا أركب العربية اللي نفسي فيها في أي وقت. بدأنا نجمع بعض وفكرنا في دخول مجال ريادة الأعمال. دازيفاي هو ايفنت مانجمنت ابلكيشن بيخدم الكوربريت ايفنت والانديفيدوال ايفنت. احنا بنجمع كل سيرفيس بروفايدرز اللي بيحتاجهم في اي ايفنت، نحطهم على الابلكيشن بحيث يبقى الابلكيشن ده وان ستوب بلاتفورم لاي شركه او اورجانيزيشن او انديفيدوال حابب يعمل ايفنت. بس للاسف يعني والدي ما كملش معايا المشوار. كأن الحلم اللي انا حلمته بشوفه، الشريط بيتعاد قدامي كأن انا بشوف الحلم بقى يتحقق قدامي. أخذ مركز الأول على مستوى الجامعات كليات الهندسة. بجد من غيرها ومن غير اختي واهلي كلهم ما كانش الواحد يبقى في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. الدافع بتاعي انتوا والله، مش عشان حاجه، مش فارق معايا الفلوس، مش فارق معايا الكلام ده. ازي حضراتكم؟ انا ياسين وليد من جامعه الجلاله، عندي 21 سنه والاسك بتاعنا 2 مليون جنيه. دازيفاي هو ايفنت مانجمنت ابلكيشن بيخدم الانديفيدوالز وكمان الشركات. دازيفاي بيشتغل في القاهره وفي العلمين. العلمين هي مدينه من اهم المدن اللي بقت موجوده في مصر مؤخرا، بيتعمل فيها افخم الايفنتات واحسن الفعاليات الموجوده في مصر. بس تفتكروا معايا عشان نعمل ايفنت بالقيمه ديت بيحتاج قد ايه من مقدمين الخدمات؟ ده اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده. دازيفاي بيقدم الكونكشن بين المقدمين الخدمات زي الفوتوغرافرز والفيديوغرافرز والكيترينج وامثله كتيره بالعملاء بتوعنا من خلال الابلكيشن عشان نقدر نطلع مصر باحسن صوره للعالم الخارجي. دازيفاي جاي يحل مشاكل موجوده عشان نحضر اي ايفنت او مناسبه، من اول الوقت اللي بيضيع على العميل وهو بيحجز اي ايفنت لحد الاختيارات المحدوده اللي هو ما بقاش عارف يلاقيها من مقدمين الخدمات. ده كل ده موجود في دازيفاي. هو بيقدر من خلاله يعمل الكومباريزون اللي هو محتاجها، يدور على مقدمين الخدمات، كل الاسعار موجوده، حتى جداول مواعيدهم موجوده على طول في الابلكيشن. دي الجيرني بتاعت المستخدم بتاعنا. اقل من 30 ثانيه عميل دازيفاي بيحجز الخدمه اللي هو محتاجها من غير ما يرجع لاي حد او يكلم اي حد. كلها اوتوميتد بروسيس، من اول ما بيختار السيرفيس لحد ما بيبوك الميعاد اللي هو مناسب معاه حسب جدول مواعيد مقدم الخدمه. ودي الداشبورد اللي بنقدمها لمقدم الخدمه اللي بيقدر يتابع من خلالها العملاء بتوعه وكمان الحجوزات بتاعته، ويكبر البيزنس بتاعه من خلال الارقام الموجوده عنده، الانسايتس بتاعته. الايفنتس حجمها بيتم في مصر بقيمه تتخطى 88 مليار جنيه. احنا بنستخدم منهم اكتر من 200 ايفنت تجاري واكتر من 50 عمل فني وسينمائي واكتر من 100 حدث رياضي. احنا نفسنا ان احنا نتواكب مع رؤيه مصر 2030 ونطلع مصر باحسن صوره تجذب المستثمرين والسياح، ونكون بلد ملتقى لاي ايفنت او اي فعاليات احنا حابين نعملها عندنا 3 كومبيتيتورز في السوق. احنا بنتميز عنهم في 4 حاجات مهمين. اول حاجه الاوتوميتد بوكينج بروسيس، الاوتوميتد بالكامل. تاني حاجه التقسيط وطرق الدفع المتنوعه اللي بتشيل الهيدك بتاع ان انا مش عارف اطلع الايفنت بتاعي باحسن كواليتي ممكنه. تالت حاجه وهي ان احنا بنطلع شغل المقدم الخدمه باحسن شكل يخلي اليوزر بيبقى فاتح الابلكيشن لمجرد الانترتينمنت غير كمان البوكينج، بيزود عدد ساعات الاستخدام للابلكيشن. واخر حاجه واهم حاجه ان احنا شغالين في جميع انواع الايفنتس، مش منحصرين في الافراح والخطوبات زي المنافسين بتوعنا. احنا مستهدفين القاهره والعلمين عشان دول اكتر منطقتين بيتعمل فيهم ايفنتس متميزه. تاني حاجه هنتوسع في محافظات مصر، واخر حاجه نقدر نتمنى ان احنا نخش فيها هي المينا ريجن، من خلال اللي احنا بنستهدف الافراد والشركات. كمان بنوصل لهم من طريق السوشيال ميديا واللوكال كامبينز. وحاجه مهمه ان احنا بنقدر نعمل كوميشنز وكونتراكتس مع سيرفيس بروفايدرز مختلفين الانواع. واخر حاجه البرومو كودز والاوفرز اللي بتجذب العملاء على دازيفاي بدل الاسعار بتاعت السوشيال ميديا. احنا بنكسب من 4 حاجات. الكوميشنز اللي بناخدها من مقدمين الخدمات بافريج 18%، بناخد فيز على كل بوكينج 3%، بنعمل ادفرتايزنج لما البروفايدر بيطلب مننا على البانر في الابلكيشن، وبنعمل بريميوم ليستنج لما مقدم الخدمه بيطلب ان هو يبقى في الكاتيجوري بتاعته او الاسم او من التوب 10 على الاقل. خطه دازيفاي لما هينزل في 2025 في يناير ان احنا نوصل ل 200 مقدم خدمه، نوصل ل 35,000 تحميل، نعمل 3000 حجز من خلال الابلكيشن، ونوصل ل 900,000 جنيه ايرادات لحد نهايه السنه. احنا نوصل للارقام دي من خلال الفاينانشال اسك بتاعنا، هو 2 مليون جنيه، 35% في الماركتنج، 30% في الديفلوبمنت، و34% في الاوبريشن. اخر حاجه حابب اقولها لحضراتكم ان احنا جاهزين من حيث اوراقنا القانونيه، معانا بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، وقدرنا نمضي مع اكتر من 30 مقدم خدمه على مستوى مصر، وكمان كل دوت في اكتر من او اقل من 3 شهور بالظبط.
حابب اشكر الفريق بتاعي اللي كان سبب ان احنا نوصل دوت. استاذنكم يطلعوا على الستيج. دازيفاي برضو فكرتهم لذيذه قوي، هم تيم لذيذ جدا، عجبني اسمهم جدا، حسيت ان انا شخصيا I was dazified من البروجكت. يعني ايه دازيفاي؟ دازيفاي هي كلمة متجزأة من كلمتين دازل which is حاجة حلوة وحاجة جميلة، والسفكس الأخير اللي هو IFY بيمين حاجة فورمال، واحنا ده اللي شغالين عليه. الايفنتس تبع الشركات والمؤسسات غير حاجات الأفراد، فلما جينا نعمل الميكس بين الكلمتين ادينا دازيفاي. بنتكلم على 35,000 داونلود بتهيألي قلت مستهدف، والداونلودز دي هتحصل اونلاين بطبيعة الحال، والماركتينج بادجت المطلوبة 700,000 جنيه. هل مش شايف انه 35,000 داونلود ممكن نوصل لهم ببادجت تكون اعلى شوية من 700,000 جنيه، ولا انت متصور او انتوا كتيم مين ماركتينج في التيم؟ ندى، انت يا ندى متخيله انه 700,000 جنيه هيساعدوكم ان توصلوا ل 35,000 داونلود؟ هم 700,000 كانوا متقسمين 500,000 سوشيال ميديا ادز، وده الرقم جبناه من البرايسنج بتاع تيك توك وميتا عشان نقدر نوصل للارقام اللي هي في الباوربوينت، اللي هي من ضمنها 35,000 اب انستول، مليون انجيجمنت، و50,000 فولوور، و3,000 حجز، بلس 200,000 لوكال كامبينز هننزلها في الايفنتس. ايه التارجت ماركت بتاعكم؟ شركات، جامعات، يعني اهم تارجت عندنا هو أفراح. الشركات والمؤسسات. شركات او مؤسسات دي معنى جامعات، اوتيلات، ايا كان المؤسسه هي نوعها ايه. التارجت بتاعكم هل الاول مثلا يبقى الايفنت بلانرز نفسهم؟ يعني هل الايفنت بلانرز يقدروا يستفيدوا بالسيرفيس بتاعتك، ولا انت عايز تنافسهم؟ هو يقدر يستفيد، بس انا كده بنفسه. حابب قبل ما حضرتك تبدا بس اقول نقطه، ان احنا عشان نقدر نعمل البيمنت ميثودز اتعمل علينا انتجريشن في بين تيستنج من البنك المركزي، وكمان من الشركه اللي احنا متعاقدين معاها اللي بتبروفايد لينا البيمنت جيت واي. فونس ان احنا خدنا الابروفال منهم احنا سكيور 100%. يعني خلينا نقول من يناير زي ما انتوا قلتوا هتبداوا خلاص، ويبقى في ايفنت محترم من الوزاره مع الجامعات تنظموه انتوا، ونشوف بقى هتعملوا ايه. يعني خلينا نجرب عملي. كنت قلقان بصراحة من إن أنا داخل بتصور قدام ناس بجد، يعني كان نفسي إن أنا أسلم عليهم عادي، مش داخل أتكلم معاهم في بيزنس وإن هم ينفستوا في شركة عندي أنا أعملها أو حاجة. تاني كده جنبكم كده إن ولا أوت على طول، وهبدأ المرة دي هو عارف نفسه. شلبي طارق صديقي طارق. طيب ان 200,000 جنيه. ميرنا عم ان ب 200,000 جنيه. إحنا كمان نفسنا ناخد السيرفيسز بتاعت مايكروسوفت يساعدونا بيها. طبعا. فريدة. انا ان الفكره عجباني قوي، الفريق شخصياتكم عجباني قوي، فانا ان ب 200,000. شلبي. طيب انا انا هكمل المليون يبقوا 400,000، وبرضه هنقدر من خلال الماركتينج تيم في تطوير مصر نتعاون معاكم ونشوف ازاي نقدر نعمل حاجه مع بعض، نرتب حاجه، نفهم امكانياتكم اكتر وازاي نقدر نساعدكم ونرتب حاجه مع بعض. دكتور ايمن. هو احنا الايفنتس بتاعت الوزاره وجامعاتنا بسم الله ما شاء الله يعني سكيلها كبير جدا، فانا معاكم زي ما اتفقنا، وحتى الجامعه البريطانيه برضه هتخش معانا في الايفنت ده. انا شايف 500 مثلا، يعني 1.5 مليون. يبقى كده 1.5 مليون اللي هو الماكسيمم. كده 1.5 مليون. مبروك يا عم. خلاص. أو هو في حد غالبا كده انا شايف في عيونكم عروض توظيف، صح؟ أنا اتعرض عليا وظيفة من بنك قطري في مصر وأنا انترن فيه ورفضتها. برافو عليك. قبل ما اتخرج. برافو عليك. هو ده الصح في حلمك. بالظبط. برافو. كملوا في طريقكم واخلقوا فرص عمل بدل ما تدوروا على فرص عمل. يعني انا اللي احنا بنقوله ان الفرصه اللي بنديها لكم علشان تنظم ايفنت هيطلع منه دعم ليكم اكبر بكتير من حتى البدايه اللي بنتكلم عنها. صحيح. ماركتينج. ان شاء الله. فماركتنج بقى طبعا غير توفيق ان شاء الله. الف مبروك. الف مبروك فريق دازيفاي جامعه الجلاله. 1,500,000 جنيه دعم من جين زي. مش مهم تكون افضل من الاخرين، المهم تكون افضل نسخه من نفسك. مبروك يا شباب. شكرا.